تعرف ان احنا ممكن نبقى شركاء في شركة تسلا واحنا قاعدين دلوقتي بدوسة زرار؟ بس قبل ما اقولك تشارك ايلون ماسك ازاي، تعال اقولك الاول الفرق ما بين السند والسهم. تعال نبدأ الحكاية من الاول. اي شركة النهاردة عشان تشتري اصول او عشان تمول الاصول بتاعتها، قدامها طريقين تمول بيهم الشركة: يا اما بالملكية او بالدين. بالبلدي، يحط فلوس من جيبي وازود ملكيتي في الشركة دي او راس مال الشركة دي، او ادخل معايا شركاء فيبقوا ملاك معايا في نفس الشركة. او الحل التاني ان انا ابدا اتداين، اشوف حد استلف منه، اشوف بنك اخد منه قرض. وهنا جه الفرق ما بين كلمة سهم وكلمة سند. السهم ورقة تجارية، انت بتبقى فيها شريك في الشركة دي. حرفيا شريك في الشركة. كل واحد معاه سهم في شركة هو شريك في الشركة دي، على عكس السند. السند هو ورقة دين او اداة دين. الشركة لما تحب تزود أصولها ومش عاوزة تدخل شركة تانية معاها، فتروح تلجأ لمين؟ للديانة. تروح لبنك تقول له سلفني قرض، أو تروح لحضرتك تدي لك حاجة اسمها بوند أو سند. في المقابل تديك على السند ده فايدة كل شهر أو كل سنة على حسب الاتفاق ما بينك وبين الشركة. بس انت مالكش دعوة بالشركة بتكسب ولا بتخسر. الملاك أو حملة الأسهم ليهم نسبة في أرباح الشركة، فكل ما الشركة بتكسب الناس دي بتكسب معاهم، وكل ما الشركة بتخسر الناس دي برضو بتخسر معاها. طب لو الشركة خسرت وصفت، الأولوية دايما في التصفية للديانة. بالبلدي، ندفع الديون اللي علينا وبعد كده نشوف أصحاب الشركة هياخدوا ايه. عشان كده خلي بالك لو بتشتري سهم، اشتري في شركة قوية، عشان لو الشركة فلست انت هتاخد الفتات اللي هيتبقى بعد ما الديانة ياخدوا فلوسهم. لو استفدت بمعلومة في الفيديو ده، هستناك تعمل لي فولو ولايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي.